شاب امه بتشتكي من قسوته لسواق تاكسي، عمل معاها ايه؟ وقرفة ايه؟ يا جدعان انتوا عارفين بتعملوا ايه؟ مراتك مين اللي خلتك مقصر مع امك وما بتروحهاش وما بتاكلهاش وما بتجيبلهاش علاج؟ وقرفة ايه؟ يلا ده امك، يلا يخرب بيت. في شخص ركب معايا ومعاه والدته كانت رايحه تكشف. والدته قالت لي بعد اذنك يا ابني حاول تمشي بالراحه عشان انا تعبانه ومش عارف ايه، وعينيها مغرغره من العياط. قلت لها يا لهوي يا امي، ده انا اشيلك فوق راسي، ده انا ما امشيش بالعربيه، ده انا اشيل روحي يعني امشي في الطريق واشيلك شيل. قلت الله يستر عليك يا ابني، شكلك حنين. ابني مش حنين عليا ومش عارف ايه، ابنها اللي قاعد ورا. قلت لها بس طب مالك يا امي، انا ابنك قولي لي بس محتاجه ايه. قالت لي مش محتاجه حاجه يا ابني، والله هو كان كويس وكان بيساعدني وكان بيجي كل يوم ياكلني ويشربني، ومن ساعه لما اتجوز ما بقاش يعبرني، بقى يسيبني مرميه بالاسبوع وعلاجي خلصان وحاجتي خلصانه. هو عمال يقول لها بس بقول لك بس انت هتفضحينا. قلت له يا صاحبي سيبها، انا ابنها خلاها تتكلم معايا. قال لي يا عم بس يا عم ده هتقرفك. قلت له يا عم تقرفني، وحد الله يا عم، دي امي منها لله، هي اللي خليته ما يحبنيش. كان حنين وكان كويس، انا مش عارفه. وفضلت تعيط جامد. يا راجل يا ناقص، مراتك مين اللي خلتك ما تحبش امك؟ مراتك مين اللي خلتك مقصر مع امك وما تروحهاش وما بتاكلهاش وما بتجيبلهاش علاج؟ يا ابني انت الايام دول، وكما تدين تدان. هيجي ليه ابن هيخلص حقها منه؟ واللي ملوش خير في امه ملوش خير في حد. الام وجودها جنبك نعمه. ربنا يبارك في اعمار امهاتنا جميعا، ويبعد عنهم كل مكروه وسوء. اللهم امين.